يا مرحبا من الاوسكار جوائز رمضان. النقشه موجوده نتصور باش نختاروا اليوم احسن عمل، احسن كتيبه، احسن تصوير، احسن مخرج، احسن ممثل وممثله في دور رئيسي في الدراما وفي الكوميديا، احسن ممثل وممثله في دور مساعد، واداءات تستحق نذكروها honorable mentions. فما يجوت راهو انا نختار لهنا كو لازم افضل ممثل رمضان السنه هو يونس الفارحي. جوكر السينما التونسيه، ممثل يتلون تراه في الادوار الكل، وكله هم الممثلين اللي يتلونوا في تونس تحسبوا على الصوابع، ونعتبره حاليا احسن ممثل في تونس. اداؤه في اخر حلقه من مسلسل المطبعه هو اللي حسم الجائزه، خاصه مشهده وهو يعترف لعائلته كيف كان خارج متالم ومكسور من داخل. تاريخ كبير من قمرة سيدي محروس، من حسابات وعقابات، كمانجة سلامه وغيره من الاعمال. افضل ممثله زاد من مسلسل المطبعه سوسن معالش، من الاداءات المثيره للاهتمام في رمضان السنه، خاطر في وسط معاناتها وتجسيدها لحاله النسيان والزهايمر فما كوميديا مش مقصوده، اعتبره كان تحدي كبير لها. افضل ممثل مساعد بالنسبه لي كان البحري رحالي، قد ظهر في مسلسل المطبعه دقيقه دقيقتين، ما يحتاجش برشا وقت باش يثبت لك قد هو متمكن من الشيء اللي يعمل فيه. هو يدخل المسلسل يكون في شيره يولي في شيء اخرى. سنته مع ياسمين الدميسي عالم وحده. نمشيو لافضل ممثله مساعده، الحق هذه كانت اصعب كاتيجوري باش نختار منها، حرت ما بين زوز، ياسمين الدميسي ولا اميره درويش، رغم اللي كانت ياسمين ماليه بلاصتها وعامله اداء باهي ونحبها كممثله، اي دور تشده تحسها متمكنه منه، لكني باش نختار اميره درويش خاطر التحديات اللي كانت محطوطه على شخصيتها اكثر من شخصيه امال. كيف هي المراه المنفوخه من لولو حاسبه روحها ماشيه كل شيء، حلمتها تحب تربح الانتخابات مهما كانت الطرق شرعيه ولا مش شرعيه. في الاخر كيف نشوفوا انكسار الشخصيه نتاعها بعد تقريبا ما خسرت كل شيء، رجلها والانتخابات وحتى روح. مشهدها الاخراني ونشوف مشاعر الحزن والندم والغضب على وجهها هو العمل الفارق. نمشيو للاداءات اللي تستحق نذكروها. The honorable mention غانم الزرلي بادواره الزوز في خطيفه وخاصه في المطبعه، شخصيه تحب تشارك في الانتخابات بطريقه نظيفه ونزيهه، وكيفاه جسد التوتر بعد ما فاق الشيء اللي بنى عليه حملته كله طلع اوهام وانسحب، كان شيء مميز. بالاغا زاده ملي ظهرت في خطيفه عطات روح للمسلسل كانت مفقوده، خاصه بالكوميديا نتاع الشخصيه. واخر واحد في الاونربل منشنز هو سليم بكار، وبالنسبه لي هو اكتشاف الموسم، ممثل تحسه يمثل على طبيعته وعارف شنو يعمل. احسن ممثل كوميدي هو نور الدين بوحجبه، بخنو الشيخه ظالي ما فما حتى بيرفورمانس تقرب من البيرفورمانس اللي عملها، كان اداء سفيان الدهش. احسن ممثله كوميديه هي فاطمه صفر، اضافه كبيره بارابور الفيلم اللي ما كانش فيه العنصر النسائي اللي يضحك. وبالطبيعه احسن مسلسل كوميدي هو صاحبك راجل اثنين. احسن مخرج هو مهدي الهميلي، واخراجه المشاهد الصراعات النفسيه نتاع الشخصيات كانت مميزه. احسن كتيبه يا اخوها مسلسل المطبعه، واحسن تصوير بفارق كبير يا اخوها مسلسل المطبعه. بقات اخر جائزه واهم جائزه، احسن مسلسل هو مسلسل المطبعه، عمل محترم وكان اضافه واختلاف على البقيه، على اساس عندنا 20 مسلسل، عنا 5 مسلسلات هكا، خطيفه واكسيدون مطبعه غيبوبه وحياه تاع الوطنيه. وانا نمشيو في فكره 10 حلقات راها حاجه لازم منها، والمطبعه هو اللي خذ المبادره في الحاجه هذه، عليك حاجه تتحسب له. مسلسل كنت نعمل عليه مجهود اكثر وقت اللي نجي نكتب بارابور الاخرين، تلقاو المراجعه نتاعو عشان يوتيوب. دونك في الاخر كان هذا رايي الشخصي وتقييمي للاداءات التمثيليه وجوائز رمضان للمسلسلات التونسيه 2026. ما تنساوش اللايك والشير والسبسكرايب كالعاده، ملتقانا الحلقه الجايه.